السلام عليكم، مرحبا بكم أخواتي. إن شاء الله نلقاكم في فيديو اليوم بصحة وسلام. راح نقدم لكم وصفة المسمن أو الملاوي بطريقة سهلة وبسيطة، ما تاخذش وقت ومجهود، مع لمسات بسيطة، يعني تسهل علينا العجن وما تاخذش وقت ياسر. راح نبدو بالمقادير. طريقة التحضير: بسم الله. في قصعة نحطو 2 كيلات سميد، يكون نوعية جيدة، يكون رطب، وكيلة فرينة، شوية ملح، ونضيفو كيلة من الماء، ونبدو نلمو العجين تاعنا. الماء يعني اذا راكي في فصل الصيف ماء عادي من الروبيني، اذا في فصل الشتاء حاولي تدفيه شوي باه يعاونك في يعني يعاون العجين مليح. نحاول نلم العجين، مانيش راني نعجن، غير نلم بركة. كيما راك تشوفوا عندي كيس بلاستيكي يكون نظيف، نحطوه في اناء فيه الماء، نشمخوه يعني، ونحطوا العجينة فيه. يعني هذاك الاناء لازم يولي فيه الماء باه يخلي العجينة تاعنا رطبة، ويساعدها باه يعني تكون مطلوقة شغل راكي عجنتها وانا ما عجنتهاش، يعني غير خليتها ارتاحت حوالي 20 دقيقة هكاكا. ولازم لابد من العجن هكا حوالي 5 دقائق او اقل، ما نعجنوهاش ياسر بحكم اني راح نزيد نخليها ترتاح. ندير يعني كيما تشوفوا، نضيف شوية ماء وندلكها، ونزيد نعاود نكرر العملية 3 مرات، ونخليها، نزيد نعاود نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح حوالي ساعة هكاك. يعني حطي العجينة تاعك، اقضي كملي قضيتك وكلش، ومن بعد تلقيها شغل معجونة، يعني تجي تهبل. نروح يعني نقرص العجين تاعنا الى كرات، نحاول نصغر الكرات تاعنا ما نكبروهمش باه كي نحلو العجينه تجينا رقيقه وما تغلبناش. على طاولة العمل نضيف شوية زيت ونبدأ نحل العجين تاعنا، نحاول نرققوه على قد ما نقدروا باه تجينا العجين تاعنا مورقة وطرية. يعني نحاول نحلها مليح، حتى إذا تقطعت شوي هكا خفيف عادي، لأنها باش نطبقوها على بعضها مش راح يبان هكا القطع ياسر. وساعة على ساعة ندير شوي زيت باه يعاوننا في الحلان، ونبدو نجبدوها ونربعها على بعضها عادي كما نعرف وصفة المسمن. يعني المسمن ديما يكون مربع. وهكا نلموه ونبدو نطيبوه في الطاوة تاعنا تكون سخونة. نحاولوا نخلوهم على شكل مربع، ونديروا قطرة زيت نحطوها يعني على نار تكون متوسطة او ضعيفة شوي باه ما يتحرقناش، ونحلو جوها ساعة على ساعة، يعني باه تجيك طايبة من كل الجوانب. ونكمل كل العجين بهذه الطريقة. وكان يعني طريقة أخرى اللي هي بعد ما كما درت المسمن هذاك درته على شكل مربع، نزيد نحل العجينة ورقة أخرى ونحطه داخلها ونزيد نطبقها، يعني شغل 2 كعبات في كعبة باه تجينا الحبة تاعنا كبيرة ومورقة أكثر.
كيما تحبي يعني. هذيك انا نديرها كي ولي راح نديرها تشرب مع تاي ولا حاجه، تجي روعه. اما اليوم برك راح يعني كي نقدمها في مع ماكله ولا حاجه، حتى بورقه واحده تكفي. يعني ان شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم، ما تبخلوش عليا باعجاب وكومنت واشتراك في القناه، وشكرا، سلام.